هادي العامري أو أخ سعيد، قائد منظمة البدر أو أي اسم وعنوان آخرين. اليوم الشعب العراقي لا يهمه كل هذا، المهم أننا فهمنا أخيرا هادي العامري ابن العراق الصالح وفخره الذي نعتز به. اليوم وقفنا على أن الآلاف من المسؤولين ومن غير الضرورة كان لديهم مناصب في حكومتنا، وكانوا يبددون الأموال العامة لشعبنا ويرتزقون من دون القيام بأي من الإجراءات المجدية. اليوم ندرك مليئا مدى تأثير التصريحات التي يصدرها البعض من هؤلاء على عقولنا ومعتقداتنا، هؤلاء الذين نهبوا ثروات البلاد وحصلوا الآن على إقامة دائمة في فنادق بتركيا. إنه هادي العامري، الرجل الوحيد الذي منذ أكثر من 30 سنة ونيف ارتدى زيا عسكريا رثا وقاتل في جبهات القتال حاملا سلاحه بيده. قبل 30 سنة قاتل البعثيين لينقذ شعبه من أيدي البعثيين، والآن ارتدى زيه العسكري الثانية ويقاتل في جبهات القتال ضد البعثيين والداعشين. كل ذلك ليعيش شعبه هانئا سعيدا مغتنما. لقد كان باستطاعته التوجه إلى أمريكا أو لندن قبل 30 سنة وممارسة نشاطاته السياسية في ظروف أحسن بكثير. الشخص الذي كان قادرا على الاستمرار في منصبه كوزير أو مسؤول مثل المئات من العملاء في الحكومة العراقية، وأن يستمر في تلقي الأموال والنقود، غير أن ما نراه اليوم في ساحة المعركة كأسد يقشعر أبدان الداعشيين والبعثيين خوفا من نبرة صوته العالية. إن العراق والشيعة يفتخران دوما بتواجد أشخاص مثله، وهو الوحيد الذي يليق به أن نسميه مجاهدا لا يعرف الملل ولا الكلل. تحيتي إليك يا مجد العراق والعراقيين، والخزي والعار لهؤلاء الذين اتهموك بالعمالة. نعم، أنت عميل للشعب العراقي، كنت عميلا على مدى 30 سنة، والآن أنت عميل لأن تقاتل ضد الأعداء. فماذا بالنسبة إلى أعدائك أيضا على مدى 30 سنة وهم مرتزقة السعودية وتركيا والأمريكان لأجل تدمير العراق؟ ترى هل لبسوا إلى الآن زيا عسكريا للتصدي على العدو والذود عن حوض بلادهم، أم مهمتهم تقضي بتحريض الشباب وحثهم إلى الوعود الخاوية والجنة الموهومة؟